اللهم صل وسلم وزد وبارك على اشرف الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. الوغ هنايا ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشارك معكم بديل معجون الاسنان. علاش حوسنا على بديل معجون الاسنان؟ اكيد لان معجون الاسنان اللي نقتروه من برا فيه مواد كيميائيه ومضر للصحه تاعنا وخاصه الاطفال. يعني من المستحسن اننا نبحثوا على كل البدائل. الوغ هنا الحاجه اليوم اللي غادي نشاركها معكم، انا عاده كل خطره واش ندير يعني مرات ندير كاريمون الملح نحطه في علبه. كما نعرفوا ان الملح مضاد للبكتيريا، يعني ما شاء الله يقلع الجراثيم يقلع، يعني ديرتها في علبه. وكي يكون عندي هذا، يعني كي نكون مقتنينا الكلامار ولا حاجه ويكون عندي هذه الصدفه، اكيد نحتاج نستعمل هذه الصدفه. الو كما شفتوا هنا هذه صدفه، يعني هذا المكون طبيعي من البحر، يعني ما فيه حتى حاجه يعني مغير وراثيا، ما فيه مواد كيميائيه ما والو. هذه صدفه نتاع الكلامار كما قلت لكم. نجففها، يعني نحكم كي ندير يعني هكا، نشدهم عندي نخليهم نيبسهم. كي تيبس معايا نطحنها، يعني في ساعه نطحن ولا دوكيها ولا حاجه، يعني سهله في ساعه تولي غبره. ومن بعد نديرها في علبه نحتفظ فيها في الصال دو بان، يعني باش نستعملوها هكا. نستعملوها يعني عوض معجون الاسنان. يعني ما شاء الله خير من هذاك المعجون يعني الكيميائي. كان هذا هو الفيديو حبيباتي اللي حبيت نشاركه معكم. نبقى لي نقول لكم الى اللقاء، الى فيديو اخر. ما تنساوش برك دعم القناه. الى اللقاء.